اهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. رمضان كريم واهلا وسهلا باللي جاوا جدد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وهيا نبداو مع بعضنا اليوم. وصفة اليوم لي سيجار تاع البوراق بنينة يهبلوا ومقرمشين ويوجدوا بالخف. نروحوا للمقادير. مقاديرنا اليوم كأس او كيلة تاع مكسرات. انا هنا استخدمت الكاس، نتوما استخدموا اي كيلة تحبوها. ربع كيلة سكر، تقدروا تستخدموا من ربع كيلة لنص كيلة. هنا درت ربع كيلة خاطر حنحط حلوة الترك. جبت حلوة الترك، جبت ديجاك نصف علبة حلوة الترك، فتفتها كيما راكم تشوفوا معنا. يعني تحلية سهلة وتوجد ليه وهكا متدريش يجيوكم الضياف على غفلة للسهرات وتجي مقرمشة روعة. هنا راح نطموها ونلموها بما زهر. لمو غير بشويه. انا عندي جاك هنايا وجاتني شويه كلا جاريه مي صافا، ما يبست ما صرالها والو. نطموها بما زهر غير بشويه. قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع مكسرات. انا هنا استخدمت مكسرات مشكله. شريتها من عند هذو اللي يبيعوا المكسرات والتاي وكله، يبيعوا مكسرات مرحيه بالميزان. انا هنا لكن ما كدبنيش ربي شيت ب30,000 وفضلت لي. فوالا هكا حتى تطم معانا، تلمت معانا العجينه. ونروحوا مع بعض نجيبوا البوراق الديول. جيبوا اي نوع ديول عندكم. انا هنايا استخدمت مسلوقه جداتي، عجبني بزاف هذا البوراق هذا السنه في رمضان. جاي شغل مستطيل وقلت يجيني سهل في الخدمه. نتوما تقدروا تستخدموا اي نوع بوراق عندكم حتى ولو دائري، تستعملوه كيما تستعملوا البوراقه. برك الفرق انه ديروها رقيقه وشويه طويله، شغل تكون شويه مبرومه. انا هنا كتجربه اولى راني حطيت لكم. عذبتني شويه الورقه، شغل جايه واقفه بزاف، ما حبش تتماسك معاي. مي هو فريمون هذا البوراق بنين بزاف في القليان، يجي هايل مقرمش، عنده قرمشه خاصه. فوالا كيما قلت لكم عذبتني راهي تتحل. وكبدايه وكأول سيجاره راهي جات هايله. والحشوه هذه جابت لي بالك ما يقرب ل10 سيجارات، ما تحقروهاش. وهي السيجاره رقم 2. قلت لكم وانتم تلفوا حاولوا انكم ديروها مبرومه، فما تجيش مسطحه كيما البراقه، تجي شويه مدوره دائريه. فوالا وانا نلوي وانا نخمم كيفاش هذا البوراق رايحه. هذا السيجاره راح نكملو كامل بهذه الطريقه. فريمون عذبني في التلويه. لا مالا قررت وخممت وجبت استيوس وفريمون صلحت لي. جبت حطيت في غرفيه ماء وجبت بانسو وعقبت خفافيه باش ما انت تشخشخوها وتسردوها، غير خفوفيه كاله. وفريمون صلحت معايا وجاتني هايله. وهكا كملت باقي الكميه كامله. هنا جبت مقله كيما راكم تشوفوا، ما حطيتش زيت بزاف، شويه برك زيت. وما تحركوهم جوست حتى يحكموا لا فورم. كي يحكموا لا فورم قلبوهم وحركوهم. وكي يتحمروا لكم مليح ويتقلاو قد تحطوهم في الشربات ولا في العسل. اذا حطيتوهم في عسل مستحسن انكم تخفوها شويه بما زهر. فوالا انا هنا استعملت شربات وها هي النتيجه. جاو هايلين وبنان ومقرمشين، وانا راح نعاودهم باذن الله. وانتوما ما تنساوش تجربوهم. بعد ما نحيتهم من الشربات حطيت لهم شويه من الجلجلان. نتوما تقدروا تستخدموا جلجلان او مكسرات كيما تحبوا زينوهم. المهم هذه هي وصفه اليوم. ان شاء الله يكون فيديو خفيف ظريف عليكم كالعاده. ما تنسونيش بالتعليقات والجيمات. نقول لكم نلقاكم في فيديو مقبل ان شاء الله. مع السلامه.